أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في الحقيقة اليوم سنتحدث عن نجم عالمي اسمه كريستيانو رونالدو الغني عن التعريف، لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. وأود أن أقول بأن كل من يشارك في هذه القناة فيجب أن نشكره في هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في هذه الفيديوهات التي نقدمها على مستوى كرة القدم، وخاصة اليورو في الوقت الحالي. نعود إلى الموضوع اليوم، هو كريستيانو رونالدو، هذا النجم العالمي الذي فاز بكل شيء، لا يحتاج لأن يثبت نفسه مرة أخرى في عالم كرة القدم. لكن هناك السؤال يطرح في عديد المرات: كريستيانو رونالدو هل انتهى كرويا؟ هذا السؤال لازم كريستيانو رونالدو منذ سنوات وسنوات، لكنه كان يثبت للجميع ويسكت الجميع بأنه لا زال في جعبته الكثير والكثير. لكن في السنوات الأخيرة، وخصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة، لم يصبح كريستيانو رونالدو مرشحا فوق العادة للفوز بالكرة الذهبية وللفوز بالألقاب منذ أن انتقل إلى مانشستر يونايتد ثم إلى النصر السعودي. صحيح هو الهداف التاريخي للدوري السعودي في الوقت الحالي، وتفوق على حمد الله على مستوى الأهداف، وحقق العديد من الأرقام القياسية. ولكن كريستيانو رونالدو حقيقة للأمانة في هذا اليورو لم يقدم الشيء المطلوب مع المنتخب البرتغالي، وكان علامة استفهام حول الأداء الذي قدمه، وخصوصا أمام المباراة الأخيرة أمام المباراة التي جمعته بالمنتخب السلوفيني. كان أداؤه غير مستقر، كان أداؤه حقيقة حاول وحاول لكنه بدون جدوى، وضيع ركلة جزاء، وبعدها بدأ بالبكاء نتيجة الضغوط لسنوات وسنوات، وليس نتيجة أنه لم يسجل الهدف عن طريق ركلة جزاء. كريستيانو رونالدو يعاني منذ سنوات، منذ خروجه من ريال مدريد، وهو يريد أن يثبت للعالم بأنه في استطاعته أن يثبت نفسه مرة أخرى، لكن الأمور صعبة أن تغير ريال مدريد، وريال مدريد هو المنظومة الأكثر استقرار حول العالم، وبالتالي كانت الأمور صعبة على كريستيانو رونالدو. ربما كان يجاهد نفسه ليثبت نفسه من جديد في عالم كرة القدم، وحاول مع اليوفي، وإلى حد كبير كان مع اليوفي مقنعا، ولكنه مع مانشستر يونايتد ومع النصر السعودي ومع المنتخب البرتغالي في السنوات الأخيرة، ربما في آخر 3 سنوات، لم يكن مقنعا. وبالتالي هي مسيرة رونالدو أوشكت على الانتهاء. هذه هي سنة الحياة، وهذه هي سنة كرة القدم، لكل بداية نهاية، ونهاية كريستيانو رونالدو أوشكت على الانتهاء. وأعتقد بأن آخر مسابقة دولية لكريستيانو رونالدو ستكون هذه السنة أمام أو في اليورو، لذلك الكل يتعاطف مع كريستيانو رونالدو من أجل أن يفوز تفوز البرتغال باليورو للمرة الثانية في تاريخها، والمرة الثانية في تاريخ كريستيانو رونالدو. مسألة هل انتهى من عدمه هي مسألة تعود للسن وليس للقدرات والإمكانيات التي يتوفر عليها كريستيانو رونالدو. لذلك أعتقد بأن كريستيانو رونالدو قدم الكثير لعالم كرة القدم، وهو ليس مجبرا لكي يثبت نفسه مرة أخرى، لأنه أسطورة من أساطير كرة القدم عبر التاريخ، وترك إرثا كرويا لا يمكن أن ينسى لسنوات وسنوات.